شنو هي الطريقه ديال كيفاش نلقى افكار ديال المحتوى اللي غادي نقدم في السوشيال ميديا او لا غادي نقدمهم كفيديوهات انستغرام؟ اولا بعدا خاص من الضروري تكون كيعجبك داك المحتوى اللي كتقدم، تكون مقتنع به 100%، باش تحاول تعطي فيه داكشي. علاش هنا غنرجعوا لديك الطريقه الاولى اللي كنت قلت لكم باش كيفاش تختار النوع ديال المجال ديالك. قلت لكم زعما غيخصك تختار واحد المجال اللي يكون كيعجبك او لا عندك اكسبيريونس فيه. وفي نفس الوقت خاصنا نحطوا في بالنا بان راه من اهم الحوايج ان خص الجمهور ديالنا او المستهدف او لودونس السيبلي ديالنا خاصها تفاعل مع داك المحتوى اللي كنقدموا. يعني حتى النقطه خصنا ناخذوها بعين الاعتبار. يعني خص تكون واحد الوسطيه، ماشي مثلا نبقى نكريي في كونتنت كيعجبني وننسى الهدف ديالي هو انني نحط واحد الكونتنت اللي كيعجب الناس كذلك. فذلك غادي نتبعوا واحد استراتيجي اللي غادي تكون لوجيك، اللي هي غنحطوا 70% ديال الكونتنت اللي غيكون هو اش نقول لكم هو النوع ديال المحتوى اللي اكثر طلبا في المجال ديالك، الناس كتقلب عليه، الاسئله اللي كيتعاودوا بزاف. وفي نفس الوقت نحط واحد 30% ديال الكونتنت اللي غيكون عباره على واحد الكونتنت انا كيعجبني او نقدر نكون كنبدع فيه. هنا كنستخدم عقلي شنو تيقول لي، ونبدا نشوف الافكار، نبدا نجرب بزاف ديال الحوايج، وهكا غنكون درت كونتنت لراسي. وفي نفس الوقت ندير واحد الكونتنت للاودينس ديالي مع احترام هذا البورسونتاج اللي عطيتكم ديال 70 30، باش هكا غادي نكون غادي مزيان. في نفس الوقت راني كنسيرفي الاودينس ديالي، وفي نفس الوقت كندير كونتنت انا اللي كيعجبني ومستمتع بالكرياسيون ديال الكونتنت. بالنسبه لافضل الطرق باش تلقى افكار ديال المحتوى، غادي نشوفوا الطريقه الاولى اللي هي غادي تستعملوا البلاتفورم ديال تيك توك. تقدر تمشي للتيك توك، تحل البار ديال السيرش، تكتب فيها الكيورد ديال السوشيال ميديا. من مور ما تحط الكيورد ديال السوشيال ميديا غادي تقدر تمشي لبلاصه الفلترز، غادي تفلتري بعدد ديال اللايكس. شنو لي بوست اكثر، لي بوست جايبين لايكس مزيانين، يعني راه غالبا داك الفيديوهات غادي يكونوا دوك المواضيع اللي فيهم راه مزيانين، نقدر نستعملهم انا في الفيديو ديالي نتانسبيرا منهم. حيت الانسبيراسيون راه واحد الحاجه اللي مهمه قبل ما نبدا نكري في الافكار ديال المحتوى. الحاجه الرابعه هي غادي خصني نستعمل الفلتر ديال الوقت ديال فوقاش زعما تبوست هذاك الفيديو. نقدر نستعمل اخر 3 شهور او لا اخر 6 شهور او لا اخر شهر. بحال دابا نعطيكم مثال في المجال ديال السوشيال ميديا، ديما نبقى نستعمل الفلتر ديال 3 شهور، شهر، 6 شهور كاع ماكس، حيت عارفين الدومين ديال الديجيتال فيه الابديتس بزاف، مقارنه مثلا مع دومين يقدر يكون ديال طيب. هنا كتقدر تلقى شي دراسه اللي قديمه، كونتنت قديم، ماشي بالضروره الجديد ديالنا مثلا تيخرج كل نهار. بطبيعه الحال راه كل نهار كيخرج الجديد، ولكن ماشي بنفس الوتيره في الدومين ديال الديجيتال. هكا غيكونوا طلعوا لي دوك الفيديوهات اللي طوب. بحال مثلا هنا في هذا المثال اللي كنت عطيتكم في هذه البريزونطاسيون، هذا الفيديو في السوشيال ميديا ضرب مليون، اكثر من مليون لايك. فهمتي راه واحد العدد كيخلع. الفيديو اللي حداته هو مليون لايك، يعني نقدر بكل بساطه نقدر نشد هذه الفكره نعاود نكري بحالها. فراه كاين احتماليه كبيره ديال ان هذا الفيديو او هذه الفكره راه غادي تمشي فايرال في السوشيال ميديا وتجيب لي فيوز وفولورز. الحاجه الثانيه هي غادي نمشي الانستغرام، غنحاول نقلب على 5 ديال صناع المحتوى او الكونتنت كرييترز اللي يكونوا كيديروا نفس الكونتنت اللي كنقدم انا. يقدروا يكونوا زعما يا اما في امريكان، في كندا، فرنسا، مغاربه، فهمتي ماشي بالضروره زعما شنو اين بلاد ديالهم. نقدر مثلا غير فقط غيكون تيخصني كنفهم اللغه ديال ديك البلاد، كنبقى نتانسبيرا منهم، ندير لهم فولو باش يبقاو يطلعوا لي المواضيع زعما شنو كيقدموا هما ككونتنت كافكار. هنا شنو نمشي نحاول نشوف شنو هما اكثر فيديوهات جايبين لهم فيوز. بحال مثلا الا كنت نفولو واحد 5 ديال صناع المحتوى، فغالبا غتلقى عنده واحد 10% ديال الكونتنت اللي كيبارطاجي راه مشى ليه فايرال. فانا غنشد داك الكونتنت غنعاود نكريه بطريقتي الخاصه. هنا ما كنقترحش عاوتاني ديك القضيه ديال كوبي كولي بلا ما نبدع فيه. الانسبيراسيون راه بوسيبل نديرها، ولكن باش ندير كوبي كولي هنا غنوليو عاوتاني في حاجه ديال شنو القيمه المضافه انت اللي زدتي او لا. هادشي واحد الحاجه اللي خصها ما تدارش، تولي هنا كتسرق المجهودات ديال عباد الله اخرين. مهم بزاف ديال المسائل. راه هنا ما غيبقاش داك الاختلاف مع صناع المحتوى الاخرين، تولي كتكوبي كولي واحد الشخص والناس والاودينس ديالك غادي تلاحظ بانك راه نفس طريقه المحتوى او لا نفس المواضيع كتحطهم هو كوبي كولي. مازال تقدر تشد دير واحد الابداع، ديرو بطريقتك الخاصه كما تنقول لكم. بالنسبه للطريقه الثالثه هي غتستعمل هاد 3 ديال المواقع اللي غنبارطاجي معاك. اول موقع هو الموقع الغني عن التعريف اللي هو شات جي بي تي. الموقع الثاني هي كورا.com.
وبالنسبه للموقع الثالث هو answerthepublic.com. الا كنتي بصح مهتم بانك تخدم على البيرسونال براند ديالك، زائد انك تكري واحد الشورت كونتنت اللي ماشي غير كيمشي فايرال وكيجيب لك لايكس، انما يعاونك باش حتى تكبر البيزنس ديالك. عندك واحد الحاجه اللي كبيره وزوينه بزاف، عاد لونسي توربو جروث كوميونيتي اللي غتلقى فيها دورات ديطايي على البيرسونال براند واخر الاستراتيجي اللي خدامين في الكونتنت. بالاضافه غيكونوا لايف سيشن معايا ومع الطوب ديال الكرييترز في الدومين. وزيد على هذا الشيء كامل غادي تكون واحد الكوميونيتي برايفيت اللي كنهضروا فيها وكنشاركوا فيها كاع الاراء اللي عندنا، يكونوا مجموعين فيها واحد الكونتنت كرييترز او بيزنس اونرز اللي كاملين عندنا نفس الهدف. وهذا الشيء كامل باش نبارطاجيو ليكسبيريونس وكاع الحوايج اللي غيفيدونا باش هكا نكبروا كامل. وغير باش تعرف هذا الشيء كامل غير واحد 20% من داك الشيء اللي مخبي لكم في وسط هذا الكوميونيتي. بالاضافه الا مشيتي تعلمتي وطبقتي داك الشيء اللي غيكون في هذا الكوميونيتي، كون متاكد 100% بانك غادي تحصل على نتائج. بالاضافه على ان كل واحد غيحقق شي نتائج اللي كبار، غير ربح معايا اكسس باش يصور الكونتنت ديالو في الاستوديو ديال ارتيسكيب ايجنسي. وانا والتيم ديالي بطبيعه الحال غادي نعاونوه في الانتاج ديال المحتوى ديالو. بركه ما تضيع في الوقت، كليك على اللينك اللي في الديسكريبسيون، دير جوين ونشوفك تما.